اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعيني واخواتي والناس اللي بحبهم جدا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. هعيش معاكم النهاردة فيديو جديد، روتين جديد، طاقة إيجابية جديدة، نشاط هنعيشه مع بعض في فيديو مع بعض. إن شاء الله إن شاء الله يعجبكم. فضلا وليس أمرا، ما تحرمنيش من اللايك والكومنت اللي بيسعد قلبي جدا وبيخليني أتعرف عليكم أكتر. فيديو النهارده هنروّق وهننضّف وهنعمل حاجات مع بعض كده في الشقة، هتشوفوا معايا طول الفيديو إيه الأحداث اللي هتحصل. المهم بس قبل ما نقول أي حاجة أو نحكي في الفيديو، عايزة أطلب منكم طلب صغير أوي، أوي كده، فضلًا وليس أمرًا من إخواتي الحلوين أوي، أوي، أوي. يا ريت تدعوا لزوجي وأبويا بالشفاء، يا رب يشفيهم ويعافيهم ويخلّيهم لينا يا رب، وما يحرمناش منهم أبدًا، عشان هُم الاتنين تعبانين. وتعالوا بقى نبدأ بسم الله كده ونقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعني ولا تعن علي. يا رب قوينا وادينا الصحة وخلينا دايما كده أمهات شطورات سوبرمان بنخلص شغل البيت. وحتى لو كسلنا شوية وأنتخنا شوية مفيش مشكلة، على فكرة كلنا هذا. حتى سيبك من كلمة أنا بقى روتين ست شاطرة، روتين المرأة الحديدية، روتين أي روتين مش هيفرق، عشان تبقوا عارفين كلنا بنتعب شوية وبنكسل وكلنا بنزهق من شغل البيت، وكلنا بييجي لنا أيام نقول والله ما أنا عاملة حاجة غير الأكل بس، وساعات ما بنبقاش عايزين نعمل الأكل كمان. بس دايمًا بييجي يعني بيرجع كده لينا حتّة إن لأ، حتى لو تعبت شوية أنا عايزة أرجع لحياتي الطبيعية. ودي علشان كده دايمًا بادعي معاكم يا رب يديم علينا النعمة الستر والصحة وراحة البال. الصحة أهم حاجة. حتى لو بنتعب شوية من شغل البيت ما بنبقاش عايزين نعمله، أول ما بنتعب أو بنرقد بنقعد ندعي: ياه! يا ده النعمة الكبيرة اللي أنا كنت فيها ومش حاسة بيها، يا رب اللهم دِمها عليَّ. فنبقى عايزين نقوم من تاني ونشتغل من تاني ونشوف شغل بيتنا من تاني. فيا رب ما تحرمناش أبدًا من صحتنا، وتخلّينا دايمًا شايفين بيتنا أحسن حاجة في الدنيا، بننضّفه وبنحافظ عليه وبنشوف أولادِك وأولادنا وأزواجنا يعني بنخدمهم كده بحُب. يا رب يديم علينا كل حاجة حلوة في حياتنا، وينزع من حياتنا كل حاجة وِحشة بإذن الله، أنا وأنتم. أنا بادعي لنفسي وبادعي لكم طبعًا، عشان أنا عارفة إن في ناس جميلة بتشوفني وبتتابعني وبيقولوا لي طبعًا على طول في أي دعوة ولكم بالمثل، وأنا واثقة إن ربنا بيرزق كل واحد على قد ما هو بيتمنى حاجة حلوة لغيره. واثقة إن هالاقي ناس جميلة كده في القناة عندي، إخوات قلبهم حلو بجد، وهي دي الصُحبة الصالحة اللي دايمًا بادعي ربنا بيها، إن هُم دايمًا أكيد هيدعوا لي كده بظهر الغيب، هيبقوا قاعدين مع نفسهم كده آجي على بالهم كده يقولوا يا رب يا أميرة يسترها معاكِ. يا رب وليكم طبعًا مثل ما بتدعوا لي، ويا رب يرزقكم كل حاجة حلوة. على فكرة الكلام ده أنا باوجّهه والله العظيم لأي حد، سواء للناس اللي بتحبّني أو الناس اللي مش بتحبّني أو الناس اللي بتدخل القناة كده وتمشي على طول. ربنا يرزقكم كل حاجة حلوة ويبلّغكم رمضان يا رب وأنتم محققين كل حاجة نِفْسكم فيها. كفاية بقى الكلام، باقعد أتكلّم معاكم وبارغي وبانسى أتكلّم في محتوى الفيديو نَفْسه. عندنا النهارده تنضيف أسبوعي في غرفة الصالون، لازم ننعنشها وندلّعها كده وننضّفها، وعلشان نحافظ على الشقة نضيفة على طول. لو ما عملتش التنضيف ده الصراحة هييجي بعد كده كمان أسبوعين والّا حاجة يعني هازعل في إيه، إن هالاقيها متبهدلة أكتر وأكتر وهاتعب وهاعمل مجهود أكتر. فهننضف النهارده الصالون مع بعض، والتنضيف بتاع الصالون حاجات عارفين اللي هو بالمّع من على الوش كده. الأول باشيل أي كُتب أو أي حاجة، وبما إننا دخلنا دراسة هو مين زيي؟ بُصّوا هارجع أرغي تاني أهو، بس بجد مين زيي؟ أنا حاسة إن أنا ما عنديش طاقة، ما عنديش جهد للكلام عن المذاكرة، ما عنديش قابلية تمامًا للترم التاني، اللي هو يعني عارفين اللي هو إيه، عايزين تتعلموا اتعلموا، مش عايزين عادي، اللي هو أنا خلاص أنا زهقت. حاسة إن الوزير يعني ضغط علينا في الترم الأولاني لدرجة إن إحنا خلاص بالنسبة لنا إحنا عايزين السنة تخلص على كده، مش عايزين ترم تاني. الدراسة بقى ووجع القلب بقى والكُتب وبُصّوا كل حاجة بقى نلاقيها متبعترة في الشقة في كل حتة كده، نلاقي شوية كُتب مع بعض. فهاحاول، وفي نفس الوقت زي ما أنتم شايفين باورّيكم هنا كده الأتربة اللي أنتم شايفينها. أنتم ممكن تكونوا شايفين من على الوش يا أميرة ده الدنيا مش متبهدلة ولا حاجة، لأ، بس هو في تراب. التراب ده ممكن ما يبقاش ظاهر أوي، بس يعني أنا لاحظت إن الشقة دي مش عارفة ممكن يكون من البلكونات برضه الصراحة، لإن البلكونات بتجيب هوا شديد جدًا، جدًا، فممكن تكون أكيد بتجيب أتربة. يعني بالاقي مثلًا تحت الكراسي نفسها وأنا بعد شوية بعد ما ننضف ونخلّص ونكنس مع بعض هتلاقوني بامسح، البتاعة بتتبهدل جدًا وأنا باعمل من تحت الكراسي كأني ما كنتش ماسحاها من أسبوع.
والناس اللي متعودة عليَّ في تنضيفاتي عارفين نظامي، إن أنا بامسك جزء، جزء كده، بانفّض الكراسي زي ما عملت، حطيت الكوشنات، مسحت الترابيزة بتاعتي، دخلت على الكمبيوتر. أنا إنسانة باحب النظام شوية في النضافة، أهم من الشغل زي ما بيقولوا كده تضبيط الشغل. أمّا تكوني بتنضّفي حاجة نضّفيها بمزاج كده وبروقان وضبّطيها كده وخطوة، خطوة وامشي واحدة، واحدة واعملي حاجتِك مضبوط، والله هتلاقيكِ في الآخر بتخلّصي الحاجة بمزاج. صحيح بنبقى تعبانين ساعات وبنبقى زهقانين، بس في الآخر هتلاقيكِ برضه مبسوطة. أنا كأميرة الصراحة النضافة دي بترفع هرمون السعادة عندي. تقولوا بقى تقولوا هبلة، هو ما هو هبلة. يعني الواحد يقول اللي بيرفع هرمون السعادة عنده إنه يخرج خروجة، يتفسح فسحية، ييجي له هدية حلوة. لأ، أنا بالنسبة لي النضافة دي بترفع هرمون السعادة عندي. طول ما الشقة نضيفة وأنا منضفاها أو شايفة الحاجة نضيفة قدامي، يا فرحة قلبي وأبُص بيرفرف كده ومبسوطة وما بانكدش على العيال. أول ما ألاقي الدنيا بتبوظ ييجي لي الاكتئاب اللي هو إيه، أنتم شايفين الشقة، عيالي يقعدوا يقولوا لي: "هي فيها إيه؟" وطبعًا أنتم عارفين الجيل اللي إحنا فيه كلّهم بالنسبة لهم الشقة فيها إيه، ما هي عادية أهي، أنتِ اللي مزوّدة فيها يا ماما، أنتِ اللي مكبّرة الموضوع. وأنا بالنسبة لي بابقى بُصّوا باغلي، اللي هو شقة متبهدلة. وأنا كأمهات يعني كلنا كأمهات مش هنكدب يعني كلنا بنجلجل وصوتنا بيبقى عالي وبنصوت وربنا يخلي لنا أولادنا ويخلينا نصوت دايما، بس بيخرجونا عن شعورنا، عارفة اللي هو احنا طيبين والله واحنا كيوتة كده، احنا كيوتة من جوانا، بس العيال بتخرجنا عن شعورنا، بتخلينا اللي يسمعنا واحنا بنصوت يقولوا في ايه، هي هتاكل عيالها ولا ايه. على ما اعتقد زمان كده اول ما كنت متجوزة كنت أمّا أسمع واحدة بتزعّق لعيالها: "إيه ده، إيه ده، إيه ده صوتها عالي كده ليه، هي عاملة كده ليه؟ لأ ما إيه ده، ده هي بتاكل عيالها والّا". أنا عارفة إن هُم دلوقتي بيقولوا عليّا إن أنا باكل عيالي، بس عادي، ما هو اللي ما عاشش مع الأطفال أو الأولاد نفسها في شقة ما يحكمش. يعني لو معايا بنوتة بتتفرّج عليّا هنا في القناة، تمام، ولسه ما اتجوزتيش وسمعتِ واحدة بتصوّت والّا بتجلجل كده والّا بتقول شعر في أولادها، ما ت ما تستغربيش يعني وتقولي لا، لا، لأ، ده أم وِحشة، عشان أنتِ بكرة هييجي لِك يوم وهتقولي على نفسِك ياه يا زمن، إيه اللي حصل فيّا ده، اتحولت من كيوتة وأمورة كده وهادية لواحدة، مش عايزين نقول لواحدة إيه، بس يالّا الحمد لله. ربنا يخلّي لنا أولادنا جميعًا ونصوّت دايمًا عادي معاهم، حتى لو بنزهق شوية كفاية لمّتهم حوالينا. ويا رب، يا رب، يا رب بجد ادعوا معايا كده بجد، يا رب يرزق كل مشتاق، يا رب يرزق كل واحدة بالأولاد بالبنات والبنين، ويعوّض عليهم يا رب، ويفرّح قلبهم بأولادهم، ويخلّي لنا أولادنا ويبارك فيهم يا رب العالمين. كفاية يا أميرة كلام بقى وقولي لنا دلوقتي زي ما أنتم شايفين اللي أنا باعمله والله، إن زي ما أنتم شايفين البتاعة اللي بامسح بيها دي سحر والله العظيم. أكتر حاجة عجبتني فيها جدًا في اليوم دوّة، إن أنا وأنا باعمل بيها لاحظت إن أنا أمّا باحط ال ب ب بيبقى في حبة مثلًا زبالة في الأرض والّا حاجة وأنا بامسح بتلمّهم، لو قعدتِ تعمليها عليهم كده تروحي وتيجي بيها عليهم بتلاقيها إيه شالتهم من الأرض. فدي بالنسبة لي حاجة كويسة يعني جدًا الصراحة عاجباني. وآخر حاجة في الغرفة بقى إن أنا غيّرت الباسكت بتاع القمامة هو كمان، تمام، والأوضة ما وريتهالناش بعد ما نضفتيها ليه، والله العظيم نسيت، ما اكدبش عليكم نسيت. وفكرة إن أنا مش عارفة أعمل الستارة عاملة لي عكننة الصراحة في الأوضة. عملت ستاير الشقة كلّها الحمد لله إلا ستارة الأوضة دي، لإني رُحت أشتري، أنا عايزة أعملها بطريقة معيّنة مِجرة أو حاجة زي كده، رُحت أشتريها لقيت الراجل بيقول لي كلام كده إن لازم المِجرة اللي أنتِ عايزاه دي أو الجرار بتتعمل في السقف، وأنا للأسف أيام ما جالي بتاع الستاير كان عامل لي أخرام في الحيطة عادية، فأنا لسه مش عارفة هاعمل إيه يعني. بس فخلّصت الأوضة على كده بقى ودخلت على المطبخ. عندنا في اليوم ده كانت إيه، الرنجة، ياه! عارفين الرنجة دي بتدخل على صمام القلب كده، تقعد في القلب وتتربّع كده زي ما بيقولوا. ياه على بجد الأكلة دي حاجة خطيرة كده، باموت فيها، بنحبها بُصّوا بطريقة. بس عارفين أرخم حاجة فيها إيه، أنتِ تقعدي تاكلي الرنجة وتتبسطي ويا سلام بقى وأنتِ بُصّي بتتمزّجي كده وأنتِ بتاكليها بالطحينة، بس بعد أمّا تخلّصي الأكل وتقرري تدخلي المطبخ، تكرهي المطبخ وادخلي المطبخ وريحة المطبخ. ولو ما عملتش كده في يوم الرنجة في المطبخ أنا ممكن ييجي لي اكتئاب. باحس إن المطبخ ريحته معفنة، معلش يعني أنا آسفة في الكلمة بس مش لاقية لكم الصراحة أي لفظ يتقال غير كده. ريحته وحشة جدًا بجد، اللي هو إيه ريحة المطبخ دي، إحنا كناكِ وبنحبِك وبتدخلي على قلبنا على طول، بس لأ، لأ،
خلصنا اكل الرنجة وقلت لا والله ما ينفعش خالص، انا لازم ادخل على المطبخ ده. اصلا هو تحس كده ان المطبخ نفسه عليه اتربة كده، وريحة الرنجة محسساني ان هو يعني ما فيش اي نظافة. عارفين اللي هو ايه، انت لازم تتنضف. جبت كده الاول، شلت الحاجة زي ما انتوا شايفين، وجبت طبق حطيت فيه شويه ميه وشويه صابون، ومسكت السفنجه بتاعتي وقمت ايه قعدت اغسل كده وبالراحه طبعا، عشان ايه اللي هو بديل السيراميك ولا بديل بتاع اللي انا عاملاه ده على المطبخ، يعني بديل الرخام ده ما نعملش قوي فيتقشر او يبوظ معانا. وهنا بمسح وبنشف وزي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى ناخد الثواب اللي بناخده في كل فيديو. الناس اللي تابعتني وعرفتني خلاص تعودوا عليا فيه، ويا رب يرزقني ويرزقكم بالصحبة الصالحة اللي تذكرنا دايما بالقرب من ربنا. اللهم ارض عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافينا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اعف عني وعنكم، ويرزقنا يا رب بحسن الخاتمة، ويغفر لأمواتنا المسلمين يا رب، ويرضى عنا جميعا. الجزء ده يعني معلش بجد، انا لما بنساه في فيديو ببقى مش حابه بجد انساه، ببقى حابه كل فيديو حتى لو اقول كلمه بسيطه كده ندعي لبعض، او نذكر لبعض لو بس بحاجه بسيطه من الاذكار كده، فناخد اي ثواب. بجد بالله عليكم ما تحرمونيش ان حد يردد اي حاجه او يدعي دعوه كده، وترزقوني باي حسنات، اطلع من القناه دي باي فايده. احسن أنا مش حكايه الفايده ان انت تفتحي قناه او هتعملي روتين، ما الناس كلها بتروق بجد والناس كلها بتعمل. احنا عايزين حاجة تقعد لنا في اخرتنا كده، عايزين زي ما اتفقت معاكم كل فيديو اقول لكم لما نموت كده نلاقي حاجة، ايه ربنا بيقول لك ايه في حسنات يا اميرة مثلا جايه لك من حاجة كنت بتعمليها خير. يا رب يجعل لنا اثر طيب في الدنيا، يجعل لي اثر طيب ويجعل لكم اثر طيب، ويهدي اولادنا ويصلح حالهم، ويهدي ازواجنا ويصلح حالهم، ويهدينا لبعض جميعا يا رب العالمين. خلصنا ادعية بقى. تعالوا بصوا بقى اكلمكم في البتاع دي. طبعا شفتوني ان انا مسحته والمبرد مسحته، هو كمان مشيت عليه كده على طول. الكلام ده ما خدش معايا والله والله 10 دقايق، ما كان 10 دقايق دي كتير كمان. بس انا مرتاحه في ايه، ان انا لسه كنت عامله المطبخ قريب. اللي انا عملته ده لو هعمله اسبوعين بالطريقه دي ما ياخدش معايا 10 دقايق، ربع ساعه في المطبخ. انا بحافظ على نظافه مطبخي. وعلى فكره في حاجه كمان انا عملتها ما صورتهاش معاكم، حته ان انا المطبخ نفسه من تحت والوش والضرفه بتاعته كام ده، انا نزلت على طول بالفوطه في ايدي مسحتها هي كمان على طول كده لنفسي. عارفين اللي هو حاجتي تبقى نظيفه، تخليها نظيفه في رمضان وهيجي عليا العيد هعمل تنظيفه بسيطه. لو انا بعمل الموضوع ده كل اسبوع مطبخي هيبقى نظيف. بتاعت التوابل زي ما انتم شفتوني كده مسكتها كلها، حتى ما رضيتش اقص حاجه منها، اوريكم ان انا مسحتها كلها كده. مسكت علبه من بتاعت التوابل والمكان اللي هي محطوطه فيه نفسه. ليه بقى؟ علشان دي استخدامي اليومي ما بقدرش استغنى عنها. وفي نفس الوقت هي في الجزء اللي جنب البوتاجاز، اي حاجه بتطرطش عليها اي حاجه بتعمل، وهي ازاز طبعا. لو ما عملتش الحركه دي مثلا اسبوعيا بالكتير قوي، ايديا فيها على طول كده بلمعها وامسكها كلها انضفها، هاجي بعد اسبوعين 3 هندم، هقول لنفسي يا ده انا كنت ممكن في ثانيه واحده وانا ماسكه فوطه مبلوله كده اعملها، دلوقتي دراعي هيوجعني وانا عماله افضي فيها واغسل فيها على الحوض ويطلع عينيا. وهنا الكتل زي ما انتم شفتوني مسحته معاكم، وكنت بحسس عليه عشان الناس اللي متابعه كل الفيديوهات عارفه ان الكتل ده بيستهبل. ايوه بيستهبل مطلع عيني. عارفين اللي هو عايز يقول لي انا ضد النظافه، اما عارف مش كل لما انضفه واغسله يقف ما يرضاش يشتغل. ببقى مش عارفه اقول له عايز يعني اسيبك معفن يعني ومش نضيف عشان تخليك شغال. فكنت في اليوم ده عماله احسس عليه اللي هو والنبي ما تبوظ، انا مسحتك بس ما تعاقبنيش ان انا عشان نضفتك ان انت هتبوظ. بس الحمد لله الحمد لله بعدها شغلته واشتغل. دخلنا بقى على البوتاجاز اللي بقاله مثلا كنتش غسلته قبلها يعني يومين، ده بالظبط بوتاجاز ما اتغسلش لمده يومين، يوم قبل الفيديو دوت واليوم اللي انتوا ايه عملت معاكم الفيديو دوت. مسكته كده هو كمان على طول. غسلت كل حاجه وهي على البوتاجاز كده، ما شلتش اي حاجه يعني، يا دوبك بس شطفت البتوع اللي بيتحطوا عليه ده اسمهم ايه، الوشوش ولا اسمهم ايه، اللي انا غسلتهم معاكم وشلتهم دول شطفتهم بس على الحوض على مغسل وحطيتهم يصفوا على مغسل الورقه الفويل دي على طول.
ومش معنى ان انا حاطه ورق طويل يعني ان انا اكبر دماغي منها علشان هتزعلني بعد كده. هاجي بعد يعني مثلا لو سبتها 3 4 5 ايام هلاقيها اسودت وبقت وحشه، واحنا عايزين نحافظ على الحاجه اكبر وقت ممكن. انا بكلمكم بما يرضي الله في كل حاجه، مش يعني مش هقول لكم علشان ما تبصي عشان هشتري غير، لا عشان حرام بجد، عشان الورقه دي بقت غاليه ب 25 جنيه، مش كل يوم والتاني هنشتري، لا نحافظ على حاجتنا نظيفه. عشان الحاجه اللي كانت الاول بنقعدها اسبوع، يعني ممكن الاول لو كانت دي قعدت معانا اسبوع او 10 ايام او اسبوعين ورميناها عادي كانت الحاجه رخيصه. دلوقتي الحاجه غاليه بجد، وربنا يعيننا جميعا ويقوينا. المواعين بقى مش هغسلها معاكم، هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان انا كنت عايزه انزل اشتري طلبات للبيت الصراحه، وزهقت بقى من فكره الكاميرا وعايزه اشمر بقى. عارفين احساسك كده وانت بتشمري وبتغسلي بقى كده، مش حته ان انت مقيده قدام كاميرا ودراعاتك وظابطه دراعك والكاميرا محطوطه. حاجه ممله على فكره برضو، عشان تبقوا عارفين التصوير ده صحيح انا بحب جدا ان انا اشارككم، بحب وانا بكلمكم، وزي ما قلت لكم قبل كده بحول طاقتي السلبيه لطاقه ايجابيه وانا بتكلم معاكم حقيقي. دي حاجه حقيقيه، انا ما بقعدش اسجل على فيديو يوم واثنين وثلاثه، انا بيجيلي اكتئاب، اللي هو انا بجد مستنيه ان انا اسجل معاكم في فيديو عشان اكلمكم. فيا رب يديمكم نعمه في حياتي طبعا، ما يحرمنيش منكم. حبه مشتريات كنت عايزاها، قولوا مثلا مش عارفه مشتريات اقول لكم اسبوعيه او مشتريات الصراحه لما بتخلص بجيبها، زي ما انتم شايفين كده، جبن وبيض ولانشون وخيار وبطاطس وعيش، ما كانش عندي حتى عيش في اليوم دوت. فنزلت ساعتها جبت كل حاجه، وانا بالصدفه ماشيه قدام فرن كده لقيت السميط العسل اللي انتوا شايفينه دوت، جبته. هو طعمه حلو قوي 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 الصراحه، الواحده ب5 جنيه، جبت ساعتها حتى 4 وكبيره قوي ما شاء الله، يعني الاربعه ممكن لو انت وعيالك 4، انتوا 5 افراد او 6 افراد مع جبن يعشوكوا حلو جدا كمان، يعني تشبعوا. هنا هرص لهم بقى، هنا هعمل معاكم وجبه. قلت ايه، بما اني ما عملتش معاكم النهارده الرنجه، خلاص اشارككم وجبه العشاء. عملت لهم عشاء كده، يعني حاولت اعمل لهم تغيير الصراحه، وزي ما قلت لكم الناس طبعا اللي عارفه ان زوجي العزيز ربنا يبارك لنا فيه ويخليه لنا يا رب قاعد معانا الايام دي في الشقه، فلازم نعمل اي بهجه، فيش اي حاجه نهتم بالاكل والشرب شويه، نهتم بيهم كده شويه وبالعيال، والعيال هتفرح هي كمان طبعا. عملت لهم عشاء كده بقى، اللي انا الحاجات اللي انا جبتها، اللانشون والجبنه والمخلل طبعا اساسي. المخلل ده على فكره انا وانا بجيبه من عند الراجل جايبه منه ميه، يعني انا قلت له مثلا زود لي الميه في المخلل، بعد ما وزن لي مثلا المخلل بيقعد معايا في العلبه دي زي ما انتم شايفينها كده، ممكن شهر في التلاجة ما بيجرالوش حاجه بسبب الميه، غير ما تجيبي مثلا قولي ب10 جنيه مخلل من الراجل جايباه ناشف، فتيجي تحطيه في التلاجة في علبه اسبوع ولا حاجه وتلاقيه نشف وطعمه نفسه بيغير، طول ما المخلل في الميه بيبقى طعمه حلو. فانت لما تكوني بتشتروه يعني قولوا حطوا لي شويه ميه من بتاعه المخلل. هنا بقى هنعمل الطبق ده، الطبق ده حكايه. ايه الطبق ده يا اميره؟ طماطمايه كده قطعها صغير، على شويه زيت، على رشه فلفل، على قطعه كده من الجبنه البراميلي، سواء بقى جبنه براميلي من الناشفه او من المزبده الطريه. انا عن نفسي انصحكم بالمزبده الطريه دي. تاخدي المعلقه كده وتبصي تخلطي كل الحاجات دي مع بعضها كده، الطماطمايه مع شويه الزيت مع الجبنه كده مع بعض، وكلي بقى سواء مثلا برغيف عيش كده او بالسميطه، بجد طعمها حلو، او الصبح على الفطار كده او مع بطاطس محمره، حلوه جدا 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 بجد. وكان عندي في التلاجة برضو طبق فيه بطاطس مسلوقة كده بالبيض، وبما ان الناس عارفة اللي بتتابعني ان احنا بنحبها، انا بحبها جدا، فدايما تلاقوها عندي البطاطس المهروسة دي. وده كان العشاء، وقطعت لهم السميد زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه ما اقعدش بقى وانا قاعدين ناكل اقعد اقول لهم استنوا كل واحد يقطع واحدة، لا قصيته بالمقص بالطريقة دي. وده العشاء بتاعنا النهاردة، ويعتبر ده اليوم اللي انا شاركتكم، يا رب يكون عجبكم، يا رب اكون خفيفة على قلبكم. وشكرا بجد لوجودكم في قناتي، شكرا، ربنا ما يحرمني منكم ويدومكم يا رب، زي ما قلت لكم في كل فيديو وهقول لكم ومش هبطل اقول يدومكم نعمة، بجد بعتبركم نعمة موجودة في حياتي. ونسيت اقول لكم ان قطعت خيار، والخيار بيفرق جدا مع الاكله دي، مع الجبنه البراميلي بالسميد، بتجيب البطاطس المهروسه، الخيار بيبقى طعمه حلو جدا. شكرا عن متابعتكم ليا، باي باي.